ضحية مؤامرة دنيئة، فقرر أن يخبئها في غرفته البسيطة الملحقة بالمقابر، والتي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها خوفا من حرمة الموتى. وهناك بدأت رؤيا تستعيد قوتها تدريجيا، وهي تراقب من بعيد أضواء قصرها، وتتوعد فوزية وشريف بالانتقام، بينما كان ياسين ينظر إليها بإعجاب وشفقة، ويعدها بأنه سيكون سيفها الذي تقطع به رؤوس الخونة. لتنتهي أحداث هذا الجزء ببداية تحول رؤية من ضحية ميتة إلى شبح سيعود ليطارد القتلة في يقظتهم ومنامهم. داخل تلك الغرفة الضيقة الملحقة بسور المقابر، حيث لا يجرؤ الأحياء على الاقتراب، بدأت رؤيا تستعيد أنفاسها المذبوحة، وهي تنظر إلى كفنها الملقى في الزاوية كأنه جلد أفعى انسلخت منه لتبدأ حياة جديدة. وكان ياسين يراقبها بصمت، وهو يقدم لها كوبا من الأعشاب الدافئة التي أعدها لتهدئة روعها وجسدها الذي لا يزال يرتجف من برودة القبر ومن هول الغدر الذي تعرضت له. فنظرت رؤيا إلى ياسين بعيون يملأها مزيج من الانكسار والقوة، وقالت بصوت متهدج: إنهم لم يدفنوني حية فحسب، بل دفنوا مع قلبي رحمة أبي وصورة البيت الذي كان يوما ملاذي الآمن. فكيف لي أن أعود يا ياسين والكل يعتقد أنني تحت التراب، والكل يبالي